تفتكر اي اعلان بتشوفه بيتعمل ازاي؟ اكيد في فكره وحد بيكتبها وبنجيب مخرج يجي يخرجها. طب بقيه الحاجات دي كلها هتقولي ايه هي بقيه الحاجات دي كلها يا شروق؟ هقول لك حاجات كتير قوي، من اللوكيشن، اضاءه، تصوير، الناس اللي بتمثل معانا، لو في مزيكا في الاعلان ولا لا، ال 30 ثانيه اللي بنشوفها دي وراها كام بني ادم وكام قسم بيشتغل عشان تشوفوا الاعلان ده، وكل تفصيله ما بتتخيلوهاش اللي مسؤول عنها ميديا بروديوسر. بيعمل ايه الميديا بروديوسر ده؟ هو اللي هيجاوب على الاسئله اللي جايه دي، هو اللي بيقول الاعلان ده هيكلف قد ايه، فلوس قد ايه، هيقسم الفلوس دي ازاي، انهي جزء هيروح للديكور، انهي جزء هيروح لملابس، هيبدا ان هو يحقق اعلى كواليتي ممكنه باقل التكاليف. وهو كمان اللي بيختار لوكيشن، هو يختار المخرج اللي هيعرف ينفذ الفكره دي. اصل المخرجين دول مدارس، يعرف ازاي يختار انهي مخرج لانهي اعلان. فلو مهتم تبقى ميديا بروديوسر اتعلمها، عامله ورك شوب اسمها ذا نيكست ميديا بروديوسر. مش بس كده، هختار كمان 2 ينزلوا معايا انترنشيب في الاعلانات. سيب لنا برودكشن في الكومنتس وتيم اتعلمها هيرد عليك بكل الديتيلز.